السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة تيو جوهرة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم وصفتنا اليوم اللي هي عبارة عن لحم مبخر مع الخضار بطريقة سهلة جدا وكتجي لذيذة اكتر. على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندنا هنايا الكتف ديال الحولي، تقريبا الكمية حسب كل شخص. عندي تقريبا اللحم ديال المعزي غادي ان شاء الله نبخروه. بالنسبة للمقادير اللي غادي نستعملو عندنا ملعقة ديال البصار وملعقة ديال الملحة، وعندنا ملعقة ديال الثومه، وكذلك تقريبا ثلاثة المعالق ديال الزبدة. غادي ناخدو الابزار غادي نخلطوه مع الزبدة كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد غادي نضيف الملحة وغادي نضيف كذلك قليل من الثومه غبره، وكذلك قليل من السكنجبير. من بعد غادي نخلط هاد المكونات. فاش كنخلطوا الزبده مع هاد العطريه البزار فقط، البزار والملحه وقليل من سكنجبير، وكذلك قليل من الثومه غبره. صدقوني البنات كتجي هي وصفه زوينه بزاف. جربتها البنات وبغيتها نشارك معكم لان الزبده كتعطي واحد النكهه في اللحم. واخا حنا اللحم كنبخروه لكن كتبقى فيها هذيك النكهه في اللحم. كناخدوها وكندهنوا بها اللحم ديالنا كلها على هاد الطريقه كيف ما كتشاهدوا معايا. عندي هنايا الكتف غادي ندهنها كلها الزبده اللي فيها العطريه على هاد الطريقه. بعد ما دهنا اللحم ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نوضعها جانبا، وغادي ناخد الكسكاس وغادي ناخد الربيع ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نوضعه تحت في قاع الكسكاس على هاد الطريقه، وغادي نوضع اللحم في الكسكاس. غادي نقدها كلها في الكسكاس على هاد الطريقه. وطبيعة الحال راني رديت القدرة فيها الماء. من بعد غادي نوضعها فوق القدرة فوق النار، وغادي نخليها تبخر على خاطرها. من بعد نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للخطوه الثانيه البنات، من بعد ما رديت اللحم تبخر في الكسكاس، خديت الخضار وقطعتها قطع صغار كيف ما كتشاهدوا معايا. عندنا هنايا تقريبا 3 ديال البطاطات متوسطين مقطعين على شكل قطع صغار، وكذلك عندنا هنايا الجلبنه، وعندنا هنا اللوبليا كانوا عندنا في الفريغو خديناهم. من بعد عندنا هنايا 3 خزوات هما مقطعين على شكل دوائر كيف ما كتشاهدوا معايا. وطبيعة الحال عندنا هنايا الربيع غادي نسلقهم كاملين، الخضره وخزو وكذلك الجلبنه واللوبيا. من بعد غادي ناخد المقله ديالي وغادي نوضع فيها كيف ما كتشاهدوا معايا. ناخد خزو وغادي نضيف ليها العطريه ديالها، بزار والكمون والملحه والربيع، وكذلك 2 معالق ديال الزبده، وغادي نوضعهم فوق النار.
واحد 5 دقائق فقط. من بعد غادي نوضعها في الصحن، وغادي ندير نفس الطريقة بالنسبة للبطاطا واللوبيا والجلبانة. على هاد الطريقة البنات غادي نوضعها في الصحن ديالي، وغادي ناخد كذلك البطاطا، وغادي نضيف ليها الزبده اللي فيها دوك المكونات باش دهنت اللحم، بقات ليا منها شويه. من بعد غادي نضيف ليها الملحه والربيع، وغادي نوضعها على نار مهيله، وغادي نخليها واحد 5 دقائق فقط. من بعد نفس الطريقه غادي نديروها اللوبيا والجلبانه. غادي نوجد الخضره ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، هي وجده. غادي نوجدها وغادي نقد نزين بها الطبسيل ديالي. اول حاجه غادي ناخد الصحن اللي هو فاش غادي نقدم اللحم مبخر مع الخضر. غادي نزينو، غادي نسبق الخص كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد غادي نوضع، غادي نقسم الخضر على هاد الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، اللي هو طبق ديال اللحم مع الخضار، اللحم اللي بعد ما تبخر، وكذلك الخضره كيف ما كتشاهدوا معايا. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم،
وإلا نالت إعجابكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وإن شاء الله تجربوها. وكنتمنى شكرا بزاف على تعليقاتكم وعلى حسن متابعة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.